وفجأة اتفاجئنا إن سامح حسين ما بقاش موجود على الساحة. كل الموضوع بقى ليه شوية أفلام قديمة بتتعرض أو مسلسلات قديمة وهو ما بيعملش حاجة جديدة. وطبعا الناس كلها استغربت ليه سامح حسين ما بيعملش حاجات جديدة. من أيام قليلة عرفنا إن سامح حسين بيعمل برنامج اسمه قطايف. البرنامج ده بيقدمه على السوشيال ميديا، يعني ما بيتقدمش في قنوات فضائية زي ما في برامج كتير لناس تانية بتتقدم في قنوات فضائية، على الرغم من إنها مش برامج قنوات أصلا، ده هي كبرها برامج سوشيال ميديا. بس لما جيت أتابع البرنامج بتاع سامح حسين اتفرجت على حلقة أو التانية، لقيت الموضوع بيتكلم في حاجات اجتماعية شوية، في الاستمتاع اللي ما بقاش موجود في أيامنا اليومين دول. سألت نفسي سؤال وقلت طب هو ليه برنامج زي ده ما يتعرضش على التلفزيون ويبقى ليه متابعين كتير؟ وفضلت أيام تانية قليلة لحد ما لقيت البرنامج بدأت ناس كتير تتكلم عليه، يوم ورا التاني بيعدي وكل شوية الاقي بوست مختلف بيتكلم على سامح حسين وبرنامج قضايف اللي بيقدمه. الله، طب ايه الغريب في الموضوع؟ الغريب هنا يا صديقي ان سامح حسين نفسه ما كانش متوقع النجاح ده. سامح حسين لما فكر يعمل البرنامج ده عمله بعد ما كان عايز يشتغل في السينما كتير، بس للاسف ما لقاش اللي يقدم له ايد المساعده في انه يشتغل في الدراما والسينما زي ما كان زمان. لا، الاعمال بدات تقتصر على ناس معينه، وللاسف الكوميديان الجامد اللي كان شغال في حاجات تانية كتير كان فعلا بيخلينا نفصل من كتر الضحك النهارده ما بقاش موجود على الساحه. وعلى الرغم من بعض التحفظات على الاعمال اللي موجوده دلوقتي، في فعلا اعمال ناجحه جدا وتستاهل انها تكون موجوده، وفي اعمال تانية ما ينفعش تكون موجوده اصلا، الا ان سامح حسين اكيد هو فلتة وكان لازم يفضل مكمل معانا وموجود في كل اللي جاي.